ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا هنعمل بقى مع بعض النهارده برطمان بتنجان مخلل بتكات خطيره. ازاي ما يسودش معاكي؟ هقولك على كام خطوه كده لو اتبعتيهم هتعملي اجمد برطمان بتنجان مخلل. ممكن يقعد معاكي كمان لمده شهر واكتر كمان. بس تابعي الخطوات اللي هقولك عليها كده. ولو اول مره بتشوفوني اتمنى تشتركوا وتنوروا قناتي. صلي ونسلم على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اول حاجه كده انا جبت البتنجان، هاتي اي كميه انت عايزاها. هابدأ أشيل القمع بتاع البتنجان ده كده بإيديا من غير سكينة. ما تشيليش الجزء اللي فوق كده في البتنجان اللي هو الجزء الأبيض ده كده، ما تشيلهوش منها، لأن دوت بيحافظ عليها، بيبقى زي المادة الحافظة بتاعة البتنجان عشان ما يتهريش معاكي. دي كده أول خطوة. غسلت البتنجان كله ما فتحتهوش، حطيت كده مية على النار سخنة، مية تغلي عشان كله ياخد درجة حرارة واحدة. أول ما أحط البتنجان يتسلق كله مرة واحدة، ما تكونش المية باردة. هنا بدأ يغلي معايا كده. بصي قلب البتنجان ابيض فله ازاي عشان ما فتحناهوش. ما تضيفيش بقى على الميه لا خل ولا ملح ولا اي حاجه خالص، هي ميه وبس كده من الحنفيه. هبدأ بقى كده اصفيه من الميه اللي بتغلي ديت كده بعد 4 دقايق. احطه كده في ميه بارده عشان توقف التسويه بتاعته. فضيه كده من الميه اللي بتغلي لميه على طول كده بارده توقف التسويه بتاعته. محضرة بقى معايا البرطمان نضيفة أو علبة بلاستيك اللي الموجود عندك اشتغلي فيه. هنا هابدأ أفتح البتنجان معايا. عايزة أقولكوا البتنجان زي ما شفتوه قلبه فلة كده، قلبه أبيض خالص. لو حطيتي خل في المية وانتي بتسلقيه هيسود منك، وأنا جربت كده وعن تجربة. هي مية وبس كده، وتسيبيه لمدة 4 دقايق مش أكتر، تسويه 3/4 تسوية. فتحت البتنجان كله حطيته في البرطمان وهعمل الخلطة بتاعته بقى. عبارة عن راس توم كده وعليه معلقة هريسة شطة حمرا، قرنين شطة خضرا كده. ولكل لتر من المية هتحطي 4 معالق ونص كبار من الملح. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. دي كده نص كوباية عصير ليمون، 3 معالق كده من الخل، وما تكتريش لان الخل بيهري معاكي البتنجان. يعني ما تقوليش ربع كوباية خل نص كوباية، الكلام ده لا خالص. هما 3 معالق كده عشان يدوا البتنجان معاكي ايه، اللي هو اللون البينك اللي بيبقى فيه اللون البامبي كده، بيبقى بتنجان شكله يفتح النفس بصراحة. وقلبت عفوا وقلبت كله مع بعضه كده، وهضيفه على البتنجان واغطي عليه. سيبيه بقى على الرخامة بره التلاجة عادي خالص، جوه التلاجة براحتك. هو كده عليه كل المواد الحافظة بتاعته، تقدري تاكلي منه تاني يوم. اعمليه بقى كده وحضريه على الفطار الغدا العشاء. لو عجبكم حطولي لايك وشير وسبسكرايب. في حفظ الله وأمن. باي باي.